رمضان مش بس صيام وصلاة، رمضان ذكريات ولمة حلوة، ويميش رمضان جزء أساسي من الأجواء دي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. تعالوا نعمل بقى جولة في كارفور ونشوف أسعار اليميش السنة دي في كارفور عاملة كام. طبعا هنبدأ بالبلح. البلح ده ما شاء الله البلحية ب 30 جنيه، وفي الأكياس البلح ديت الكيلو ب 31 جنيه، وفي النوع دوت ب 55 جنيه. ما شاء الله البلحية حلوة. وفي النوع ده ب25 جنيه، والنوع ده معانا ب70 جنيه. تشكيلة حلوة جدا من البلح. وفي البلح الرطب ب75 جنيه الكيلو، وفي العلبة دي ب80 جنيه 700 جرام رطب برضو. وفي الكيس البلح ده عامل 72 جنيه، يعتبر كيلو. شكل البلحية ما شاء الله حلوة. وفي النوع ده ب75 جنيه. في انواع كتيرة من البلح موجودة في كارفور، والاسعار تعتبر يعني معقولة، بتبدأ من 25 جنيه لحد 75 جنيه. وفي العلبتين دول ما شاء الله عليهم عرض ب80 جنيه. وانواع الزبيب هناك كتيرة جدا، بتبدأ طبعا الزبيب من 105 من 150 جنيه، وفي 145 جنيه، وفي 169 جنيه، وانضف زبيب هناك ب220 جنيه. طبعا في الاحمر وفي الاسود وفي اللون الاصفر. في انواع كتيره من انواع الزبيب هناك، والاسعار بتاعتها بتبدا من 150 جنيه وفي 145 جنيه، واغلى زبيب هناك اللي هو ب 220 جنيه. شايفين شكل الزبيب ما شاء الله. وفي البلح التمر دوت عامل 80 جنيه، وفي العلبتين دول 700 جرام. وفي بقى البلح اللي هو الصعيدي عامل 80 جنيه. واسعار قمر الدين زي ما انتم شايفين بيبدأ طبعا قمر الدين الحاج عرفة ب90 جنيه، وفي قمر الدين ب85، وفي البارون ب75، وفي النوع التاني ب110 وب75، وفي قمر الدين الأحلام ب115. يعني أشكال كتيرة جدا من أنواع كتيرة من قمر الدين، وأسعار طبعا مختلفة على حسب النوع. لو انتوا جربتوا قمر الدين نوع معين وطلع معاكم حلو ياريت تكتبولي في التعليقات عشان نفيد بعضينا. ده كل قمر الدين اللي موجود هناك في كارفور والأسعار بتاعته. تشكيلة كبيرة جدا من قمر الدين، بس اهم حاجة الواحد لما بيكون عارف نوع معين وجربه قبل كده فبيبقى طبعا بتختلف معاه. تعالوا نشوف بقى اسعار البندق المقصر اللي هو بقشره ب 579 جنيه. اتاري راجل مش حاطط في مشكل بندق. عايزه اقول لكم اسعار المكسرات هناك بتختلف طبعا على حسب الحجم. يعني في هناك احجام زي اللوز كده. اللوز طبعا المحمص عامل ال100 جرام ب 134 جنيه. طبعا في اللي هو المحمص عامل كيلو ب 720 جنيه، وفي اللي هو اللوز مقشر وسط ب 600 جنيه، وفي اللي هو الكبير شويه ب 700 جنيه، وفي اللي هو الصغير خالص ب 540 جنيه. عين الجمل ب 600 جنيه. طبعا الاطباق هناك معموله على حسب الوزن، في ال 100 جرام، في ال 250، وفي ال 200 جرام. كل طبق بيبقى ليه سعر لوحده. التاني محمص. وممكن انت كمان تشتري بالكيلو هناك، معروض هناك الكيلو زي ما قلت لكم بيختلف على حسب الحجم. زي عين الجمل واللوز بيختلف على حسب الحجم بتاعهم. تشكيله حلوه من المكسرات هناك، والاسعار زي ما قلت لكم. كمان في العصاير بقى، طبعا رمضان بيحب العصاير كتير. في العصاير هناك موجودة خروب وقمر الدين وفي التفاح. في تشكيلة كبيرة جدا من العصاير. اتمنى لو انت وصلت لحد دلوقتي يا ريت تعملي لايك واشتراك للقناة. هو العنب ده اللي هو الكركديه يعني طبعا عصير عمان معروف. طبعا ده الفراولة، وفي العناب، وفي الخروب. تشكيلة كبيرة جدا من العصاير. طبعا احنا عارفين ان رمضان بيحب العصاير كتير، فطبعا العصاير دي حلوة جدا.